اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه جديده. هنعمل مع بعض طاجن باميه باللحمه، تحفه تحفه، ريحته بتجيب اخر الشارع وطعمه حلو جدا جدا. طبعا الشعب المصري كله بيعشق الباميه باللحمه، مفيش اختلاف عليها خالص. طريقتها سهلة وبسيطة وطعمها في حتة تانية خالص. شايفين شكلها ولونها وريحتها وطعمها احلى بكتير. يلا نشوف هنعملها ازاي. في حلة على النار هستنى ان هي تسخن كويس جدا. هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الدهن او اللية، الافضل اللية، بس انا بصراحة ما كانش موجود عندي فحطيت معلقة كبيرة كده من الدهن. حطاه في الفريزر وباخد منه اول باول. وعندي هنا لحمة ايا كان النوعية اللي انتي بتحبيها، غسلتها كويس جدا وصفتها. هحطها بقى، بس لازم تكون السمنة سخنت معايا كويس. قطعيها مكعبات كبيرة صغيرة اللي انتي حباه، بس الافضل ان هي تبقى متوسطة، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وطبعا ده على حسب ذوقك في الاخر. هحطها كده وهسيبها تتشوح شوية. اول ما تبتدي تاخد لون زي ما واضح قدامكم كده، اروح قلبها على الناحية التانية. بتبتدي طبعا تنزل ميتها وتتشوح وتستوي منها فيها. شايفين؟ كل ما بحس ان هي خدت لون شوية بروح قلبها على الناحية التانية. هنزل بقى عليها بالتوابل. حطيت معلقة صغيرة كده مليانة من بهارات اللحمة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ونص معلقة صغيرة من بهارات السبعة او السبع بهارات. وكمان حطيت ربع معلقة صغيرة من الكمون وربع معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة. هشوح كده اللحمة في قلب التوابل والسمنة بتاعتنا، وهغطي عليها بقى واسيبها مش اقل من نص ساعة تتشوح مع نفسها كده وتستوي منها فيها. طبعا بتبقى النتيجة حلوة جدا. شايفين شكلها بتنزل ميتها اهي وبتستوي منها فيها. جهزت هنا بصلتين كبار متقطعين مكعبات، وكمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم. حطيتهم على اللحمة وهدي تقليبة كده، واسيبهم برضو يتشوحوا شوية لغاية ما توصل معايا للقمر اللي قدامكم ده. هنا خلاص كانت دخلت على نص سوا. عندي بقى البامية انا غسلاها كويس جدا، وطبعا شايلة الحتة اللي هي بتبقى فوق وتحت، وبديها قسمة كده بالسكينة من النص، يا اما بقسمها 2 على حسب حجم البامية بتاعتي. وبغسلها كويس جدا وبصفيها، وبروح نازلة عليها على اللحمة على طول بعد ما تتشوح معايا. البامية يا جماعة بتتغسل قبل ما تتقمع مش بعدها. بغسلها كويس جدا وبصفيها، وبعد كده بقمعها زي ما انا قلت لكم من فوق ومن تحت، وبعد كده بنزل عليها على طول على اللحمة عشان تعرفي البامية تبقى معاكي حلوة ازاي. وانتي بتنقيها اقسمي حتة من اخر البامية كده. لو ناشفة معاكي قوي اعرفي ان البامية دي نوعها مش حلو، لو طرية يبقى كده البامية نوعها حلو. وبعد ما اتشوحت معايا مع اللحمة شوية حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، هنزل بالطماطم المفرومة بتاعتي وعليها معلقة صغيرة من البابريكا. الطماطم بتاعتي لونها فاتح، فهنزل عليها معلقة من البابريكا بتدي طعم حلو ولون حلو. اديتها تقليبه واغطي عليها بقى لغايه اما تتسبك معايا كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده هنا اتسبكت حلوه قوي. غليت ميه وحطيتها عليها عشان يبقى فيها صوص كده تستوي ويبقى طعمها حلو. هنا خلاص غليت معايا، هدي عليها النار بقى واسيبها تستوي براحتها خالص. هنا خلاص كانت استوت معايا. تعالوا كده نشوف اللحمه مع بعض. الشوكة بتخش بكل سهولة كده، هي خلاص استوت، والبامية كمان استوت. هنزل بالملح بتاعي بقى. طبعا احنا محطناش ملح خالص عشان اللحمة ما تاخدش سوا. حطيت الملح على قد الكمية اللي انا عاملاها وعلى حسب الرغبة. اديتها تقليبة وهغطيها برضو حوالي 10 دقايق الملح يدوب، وبعد كده هشيلها هطفي النار عليها وافضيها في طاجن على طول عشان ادخلها الفرن بالشكل ده. دخلت الطاجن تحت الشواية، يدوب خد لون خفيف كده وطلعته، وبألف هنا. شكله حلو جدا وطريقته سهلة وبسيطة، بس طاجن مشرف جدا في العزومات والحفلات لو عندك ضيوف. حلو جدا جدا جدا. شايفين شكل اللحمة والبامية؟ الاتنين دايبين وطعمهم تحفة، لازم تجربوه.
ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعلقوا بكومنت حلو منكم يشجعني بالله عليكم. استنوني في وصفات جايه كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.